السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقعتنا النهاردة من الصف من بيت علاء وسالم. تقول لي يا عمي ما تقولش المكان ولا تقول الأسامي علشان خاطر ما تفضحش. ما أنا لو ما قلتش هتقولوا إن أنت بتخترع في حكايات، ولو قلت تقولوا إن أنت بتفضح ليه. تعالوا نشوف الواقعة دي اللي حصلت من بيت علاء وسالم في الصف في محافظة الجيزة. اختهم سماح عندها 30 سنه وهم اخواتها يعني عايشين في بيتهم لوحدهم وهي في بيتها لوحدها، ولكن كل يوم والتاني يحصل خلافات بينها وبين جوزها، تاخد بعضها وترجع وتقعد في الدوار مع اخواتها الاثنين الرجاله، لان امها وابوها الاثنين ميتين. لما بتقعد معاهم كذا كام يوم يجي بعد كده جوزها صالحها ترجع البيت تاني، وعلى كده الخناقات بدأت تستمر منهم كل يوم والتاني لغايه ما بدأت تزيد زياده عن اللزوم، لغايه ما قالوا لها كده ما ينفعش الحياه بينكم انتوا الاثنين كده مستحيله، ما ينفعش. طبعا بقى حكما من اهاليه وحكما من اهلها ما ينفعش، لغايه ما الاثنين حصل ان هم اتطلقوا هم الاثنين، وقعدت خلاص مع اخواتها الرجاله في البيت. وبدات بقى خلاص ان هو اختهم مطلقه وقاعده معاهم في البيت، بقوا عينيهم عليها بقى في الراحه وفي الجايه. ولكن بعد مرور سنتين من الطلاق، يعني الاخ من اخوات كده لقى في الحمام لاصق طبي، فلاصق الطبي ده بتاع ايه؟ راح سأل في الصيدليه، قال له ده يعني ده لاصق طبي حقيقي. ما كانش يعرف ان هو لاصق طبي، يعني ده بيبقى بيلفوه كده لما يكون في العمليات الجراحيه والكلام ده كله. فاستغرب، طب ده معاكي ليه وبتاع؟ ما رضيش يسال اخته. المهم عدت الايام لقوا اختهم حامل. الحمل بدأ يبان عليها، واتاري اللاصق الطبي ده هي كانت بتشد بيه بطنها. طب يا بنتي الحمل ده منين؟ انت هتجيب لنا العار، مسكوها ضربوها منين دوت؟ قالت لهم ما اعرفش منين بالظبط. منين بالظبط؟ ايه ده؟ هم كذا واحد؟ قالت لهم ما اعرفش منين بالظبط. انا واحد يعني فيهم؟ طيب لا ده كان فلان وفلان 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 يا نهار اسود ايه ده كله؟ فطبعا هنا لما لقوا كده بقى يعني هيكلموا مين ولا مين؟ هم هيروحوا لمين ولا مين؟ لو هم 10 تنفار ولا حاجه يروحوا ل 10 عائلات ولا 5 عائلات يعني ولا حاجه؟ في ايه الموضوع ده؟ طبعا قالوا لا هنقدر على اختنا بقى، احسن حاجه ان احنا نتخلص من العار بتاعنا ده، وان احنا نموتها ونقتلها. بس يا رب يا ريت بقى ان احنا كده ايه، نقتلها او نموتها موته كده بالراحه، لحسن امنا موصيانا عليها، وهم بيحبوها للاسف، بيحبوا اختهم، لكن عملوا كده قال لك عشان خاطر هتركبنا العار، نعمل ايه فيها؟ المهم الاتنين عملوا معاها ايه، ادوها يعني مش عايز اقول لحضراتكم التفاصيل بالظبط بطريقه الموت اللي هم موتوها بيها، ولكن في الاخر راحوا حاطينها في شوال، وكانت صاحيه جوه الشوال ما كانتش ماتت لسه. وحطوا في الشوال طوب وخدوها وراحوا مركب وراحوا رامينها في نهر النيل. وبقوا هما الاتنين بيبكوا عليها وهم بيرموها، لان هما كانوا بيحبوها، لكن هنعمل ايه؟ ركبتنا العار. المهم خدوا بعضهم وراحوا القسم وعملوا بلاغ في القسم على اختفاء اختهم علشان ياخدوا مسؤوليتهم. ولكن هنا بقى سبحان الله عدى كام يوم والشوال طفى على وش الميه. حد من المراكبيه شاف الشوال على وش الميه وطالع منه ايد رجلين هوب، انتشروا من وسط الميه وبلغوا الاجهزه الامنيه، والناس اتلمت. مين ديت بنتي؟ مين ديت؟ الناس قالوا دي اخت علاء وسالم. على طول طبعا هنا كان جابوا علاء وسالم، والاجهزه الامنيه بدات ان هي تحقق معاهم. لا دي احنا مقدمين بلاغ في الاسم ان هي مختفيه من كام يوم وبتاع والاخر. طيب مين اللي عمل فيها كده؟ ما فيش حد طبعا، ما فيش اي اعداء وبتاع. المهم الكاميرات وبتاع وكده هم كشفوا خروجهم بيها لغايه ما اعترفوا بالواقعه بتاعتهم. وعملتوا كده ليه؟ قالوا علشان خاطر لقيناها ان هي حامل، ونقول لها انت حامل من مين؟ لو كنا عرفنا حتى مين كنا صلحنا الموضوع، لكن قالت لنا ما نعرفش من مين بالظبط. اتاري هي كانت والعياذ بالله علاقاتها كانت متعدده، وهنا مش عارفين نعمل ايه. واتخلصنا منها علشان خاطر العار. ضيعتوا نفسكم علشان خاطر اللي هي كانت بتعمله، الله يرحمها بقى مطرح ما راحت. انتوا كنتوا تحلوا الموضوع باي طريقه تانية، لكن اللي انتوا عملتوه ده كده غلط. مش اي حاجه ان احنا كده على طول نتخلص ونقتل ونعمل ونسوي. وليه؟ عشان خاطر ايه ده كله؟ اديكوا ضيعتوا انتوا الاثنين مستقبلكم انتوا الاثنين، واتقبض عليكم وهيتعدموا انتوا الاثنين، لان ده كده قتل مع سبق الاصرار والترصد. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.